حبايب قلبي عاملين ايه؟ شايفين الحباية دي هتغير حياتكو، يعني رأسا على عقب زي ما بيقولوا. بجد الحباية دي مفعول السحر. عايز تعرف الحباية دي ايه وبتعمل ايه؟ تابعي معانا الفيديو لآخر وتعرفي ايه فوائدها وهنعمل ايه بيها بالظبط. يلا بينا على الفيديو على طول. الحباية دي بقى من فوليك اسيد. فوليك اسيد ده محدش يقولي ده بتاع الحوامل، ده انت جايباه ده. لا، هو مش بتاع الحوامل وبس. هو وظيفته ان هو يعيدلك شعرك، يخليه يبنيه من اول وجديد، بيجدد لك الخلايا. عايزه اقولك ان هو حبوب الاطاله للشعر السحريه. يعتبر الشريط ب2 جنيه، لان هو او ب3 جنيه كمان. لان هو كل العلبة على بعض ب7 جنيه ونص يعني، وفيها شريطين. عايزة اقولك حاجة كده يعتبر ببلاش. يعتبر الحباية مش واقفة يعني بحاجة خالص. يمكن نقول 30 قرش. فبجد بجد هنحطها كده بطريقة حلوة قوي، وشعرك مش هيقف عن النمو، يعني هيفضل ينمو 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 ينمو. مش عارفة تسرحيه بعد كده. عايزة اقولك بقى هنعمل ايه. هنجيب كده شوية البرشيم، هناخد منها 5 حبات. احنا كنا طبعا مطلعين حباية 3 4 5. هنمسك كده ال5 حبوب دولت. عايزين تفضي الشريط كله لو هتعمليه لبنوتك. عايزه اقولك تستخدميه انتي وبنوتك وكل حبايبك، يعني بجد حلوه قوي الوصفه دي. احنا خدنا الشريط كامل اهو، وهنحطهم في كيس. ودوا معانا هنا معلقتين قهوه اختياري. القهوه طبعا معروفه ان هي بتعيد نشاط الشعر وبتجدد خلايا الشعر. نجيب كده نحط هنا الحبوب وهنزقها بالشكل ده. شعرك بيتساقط، شعرك ما بيطولش، شعرك بيقع. عايزه اقولك بعد الوصفه دي استخدميها بس كده شهر 2. انا عايزه اقولك هي هتجيب استعمال من اول اسبوع، بس عشان ما بقاش كذابه لازم تستخدميها فتره. لما تستخدمي فتره انتي اصلا اشتريتي تبطليها تاني، من كتر ما هتلاقي شعرك بقى حاجه رونق وطول وجمال، حاجه تانية خالص. هنفضي كده بقى في الطبق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. كل حاجه قدامكم اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده بقى. تمام. احنا طحنا الحبوب. بجد مفعولها مفعول السحر، اقسم بالله بجد. هتشوفي طول حقيقي وتساقط شعر ده هيقف تماما. هنحط ايه بقى على الفوليك اسيد؟ هنحط عليها القهوه. عايزه اقولك برضو من فوائد الفوليك اسيد اللي هو بيظبط الاكسجين، يعني بيوفر الاكسجين والغذاء في فروه الراس، بيمنع تساقط الشعر. احنا كده عملنا ميكس بقى بين القهوة بقى والفوليك اسيد. خرابي حاجة كده جامدة طحن. بجد بجد هتدعولي عليها. وكمان بصي انا مش طالبة منكم غير دعوة حلوة، كومنت جميل كده وشير ولايك اهو. زي ما هو مفيد خارجي، مفيد اكتر داخلي. يعني محدش يستخدمه خارجي فقط، لا. لو خدتي حباية منه كل يوم او حبايتين داخلي هيظبط لك هرمونات والفروات شعرك كده هتتظبط وهينبت الشعر. ده بالنسبة ايه للداخلي. هنحط بقى ايه، نجيب كده شامبو لذيذ بتاعنا. بصي الوصفة كاملة مش هتكلفك اكتر من 2 3 جنيه. كيس شامبو زي كده لو خدتي حبايتين 3 من دوت ب1 جنيه.
مع حبة قهوة دي موجودة في البيت، مع كيس شامبو، بجد وصفة ب2 جنيه تخلي شعرك حرير. في يعني مفيش الكلام ده دلوقتي اصلا مع الغلا والحاجة اللي بقت مولعة نار. بس بجد انا جبتلكوا الوصفة دي حلوة قوي 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 عن تجربة. هنفضي كده كيس الشامبو، محتاجنا نفضي كيس كمان هنفضي. لو انت عندك شامبو، اي شامبو بتستخدميه، اي شامبو مش شرط شامبو معين، واللي انصح بيه بجد شامبو جونسون، حلو قوي قوي. شايفين شامبو جونسون هيظبط لك الدنيا. بس انا بتكلم ان انا عايزه اجيب لكم وصفه اقتصاديه وفي نفس الوقت تجيب نتيجه. دي هتجيب نتيجه، هتجيب نتيجه. استمري بس فهمي زي ما احنا عملنا كده، قلبي كده. احنا طبعا عشان حطينا كميه كبيره من البرشام حطينا كله، يعني بجد بصي قلبي جامد كده عشان المكونات كلها تندمج مع بعض. تمام اهو. بس تاخديها بقى كده وتدلكي بيها فروة راسك وتسيبيها قبل الشاور كده، وانتي بتاخدي الشاور بتاعك سيبيها كده على شعرك ربع ساعة، 10 دقايق. نستخدمها قد ايه؟ نستخدمها مرتين في الاسبوع، مكترش عن كده. ليه حطينا الشامبو؟ لان الوصفة دي برشام مع القهوة لو استخدمناها لوحديها بتنشف شوية الشعر، فاحنا نعمل ايه؟ حطينا عليها شامبو او نحط بلسم كده في نفس الوقت هتطر الشعر، هتنعمه، هتمنع تساقط، هتظبط الدنيا. ويا رب اكون افدتكم واكون اديتكم معلومات حلوة، ويا رب تجربوها، واتمنى تشيروا لايك حلو كده جميل منكم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم فيديو جديد يا حبيب قلبي، ودمتم في صحة الله وفي رعاية الله، ومع السلامة حبيب قلبي.